القانون الجديد بتاع المؤهلات العليا. عايزين نعرف الطلبات، عايزين نعرف الشروط. اسئله كتير قوي 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 قوي. ان في قانون جديد طلع، انا ما اعرفوش، المحامين نفسهم ما يعرفوهوش. ان في قانون للمؤهلات العليا، ان انت تيجي بفيزا السياحه وتقدر ان انت تبدل فيزا السياحه لاقامه. ايوه الكلام ده صحيح. اولا مساء الفل، يا رب كلكم تكونوا بخير وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه قدوم شهر رمضان. ولكن يا جماعه، عشان خاطر ناس كتير بتسال على الفيس وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك وعلى كمان الكول سنتر، يعني مفيش قانون طلع بيقول ان المؤهلات العليا تيجي وتبدل فيزا السياحه. تمام؟ القانون ده اصلا او الماده دي اصلا في القانون موجوده من قبل ما انا اجي البرتغال. تمام؟ ولكن احنا ما كناش بنشتغل فيها، يعني لان ليها طلبات معينه. لا في قانون طلع ولا في حاجه بتقول ان انت كمؤهل عالي ان انت تيجي وفيزا السياحه وتعمل اقامه بسنتين. صح، تقدر تيجي وتعمل اقامه بسنتين لو انت مؤهل عالي، ولكن ليها شروط عشان خاطر انت تبقى فاهم. وانا ما اعرفش مين اللي بيروج للكلام دوت. تمام؟ ولكن انا بقول لك، لو انت متابعني، انا طلعت اتكلمت في الموضوع ده من 5 سنين، ان انت لو انت مؤهل عالي لازم يكون في بوزيشن معين. تمام؟ البوزيشن ده يكون مناسب للمؤهل بتاع حضرتك. لازم يكون في راتب معين، ماشي؟ حد يعني بيعمل لك عقد عمل وبتشتغل، والراتب ده بيكون ليه ليميت معين. تمام؟ عشان خاطر تقدر تقدم على الحاجات دي. وعشان تقدم على الحاجات دي انت محتاج طبعا ان انت يكون عندك الرقم الضريبي، محتاج ان انت يكون عندك رقم اللي هو النيس، اللي هو الضمان الاجتماعي. يبقى النيف والنيس واليوتندي اللي هو التأمين. طيب ايه تاني؟ يكون عندك حساب بنكي، تحصل على عقد عمل، وعقد العمل ده يكون مناسب للمؤهل بتاعك، ويكون في نفس الوقت برضو راتب معين ما ينفعش ان انت تقل عنه. طيب الحاجات دي احنا ما كناش بنشتغل فيها، فناس كتير بتسأل الكول سنتر عندي طيب انتوا ليه ما بتشتغلوش؟ لان مش كل الناس ممكن تكون مؤهلة للطلبات دي، ولكن احنا نقدر نساعد باللي نقدر نساعد بيه وبالطريقة القانونية. رحت لك الموضوع اهو. محتاج بس ان انت تكون مؤهل عالي، محتاج تترجم الشهاده بتاعتك، ماشي، وتوثقها من الخارجيه سفاره البرتغال، وبعدين تجيب معاك فيش جنائي، ماشي. الفيش الجنائي ده برضو يكون مترجم وموثق، مصدق عليه من الخارجيه، مصدق عليه من سفاره البرتغال. وبعد كده بتجيب انت الحاجات دي وبتيجي انت تدور بقى ايه على شغل. لو لقيت حد هيديك عقد عمل، تمام، براتب يتعدى يعتبر اضعاف الحد الادنى للاجور، ماشي، انت تقدر ان انت تقدم على اقامه في البرتغال، برضو يكون معاك فيزا السياحه. تمام؟ يعني لو معاك فيزا السياحه ومؤهل عالي وفيش اللي هي الحاله الجنائيه، تقدر تتواصل مع كول سنتر، هيقول لك بقيت الحاجات اللي احنا هنقدر نساعدك فيها، وفي نفس الوقت تقدر برضو ان انت تيجي وتدور على شغل وربنا يكرمك وانت ما انتش محتاج، يعني ان انت ولكن لازم يكون الشغل، بقول اهو، الشغل اللي انت هتدور عليه يكون ماشي مع المؤهل الدراسي الجامعي لا يقل عن بكالوريوس. يعني في حد كان بيسأل انا معهد سنتين، ما ينفعش، لازم بكالوريوس ويكون في نفس التخصص. العقد اللي هتعملك يكون في نفس التخصص بالحاجات ديت. خد فيزا السياحه، تعال دور على شغل وشوف نفس التخصص وربنا يكرمك. ما تخليش حد يقول لك قانون جديد وقانون قديم، القانون ده من زمان. هو الموضوع تقدر انت كمان تعمله مع نفسك، هي ارزاق، الارزاق بالله. تمام؟ فانت لو انت مؤهل عالي، لو انت الحاله الجنائيه معاك زي الفل، هات الفيش وهات المؤهل بتاعك، ترجمه، وثقه من الخارجيه، وثقه من سفاره البرتغال، وهات معاك
فيزة سياحة وتعالى دور على شغل. ربنا لو رايد لك الخير هتلاقي العقد ده وهتلاقي الراتب ده. يعني الحمد لله عملنا اعاده هيكله للشركه، في حاجات كتير، في خدمات شلناها، في خدمات زودناها. تمام. الناس برضو اللي بتسال على الدراسه للثانويه العامه، عشان خاطر احنا يعني عاملين تعاقد مع اكتر من 5 جامعات في 5 دول. المفروض ان بعد الثانويه العامه للسنه اللي فاتت بتبعتوا لنا بيان درجات وبتبعتوا لنا اوراق قلنا عليها قبل كده عشان خاطر يبدا يخش. لكن انا دلوقتي الناس اللي هي لسه هتاخد ثانويه عامه الدراسه بتبدا في شهر 9 على ما يخلص في شهر 6. التقديم اصلا يعني الدراسه بتبدا في شهر 10 اسف، والتقديم بيخلص في شهر 9. عموما برضو هنحاول يبقى اتواصلوا برضو مع الكول سنتر لما اولادكم يخلصوا الثانويه العامه، واللي هنقدر برضو نعمله هنعمله، اللي هنقدر نساعد فيه بمعلومه هنساعد، مش هنقول لا. المهم انت لو انت مهتم وفيك ال3 شروط دول، معاك فيز سياحه، مؤهل عالي، فيش وتشبيه نظيف، ترجم الحاجات دي وثقها من الخارجيه من سفاره البرتغال، واخد بالك، واتواصل مع الكول سنتر هيقول لك على باقي الاجراءات. وما تحرموناش من دعائكم كالعاده. نشوفكم في حاجه جديده. السلام عليكم. وعليكم السلام.